إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، عند اشتداد المحن وتفاقم الأزمات يذكر العبد أن له ربا يسمع الشكوى ويرفع البلوى، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا بلاء مرض كورونا، وأن يفرج كرب الناس المتضررة من آثاره، ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا الذين أصيبوا بهذا المرض، وأن يرحم من مات منهم. وعند اشتداد المحن ونزول النوازل بالأمة يجد العبد المسلم أسبابها وآثارها والمخرج منها في كتاب الله الذي سماه سبحانه بصائر، فقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي معالم يتبصرونها. فعليكم بكتاب الله تمسكا وحفظا وعملا. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله أن من ورائكم عدوا غاشما مهلكا مديرا لا نراه ولا نشاهده، لكننا نشعر به ونتحسسه، وقد نراه ونشاهده ونجالسه. لا يهنأ حتى يدخلنا معه النار ويوقعنا في غضب الجبار. إنه المطرود من جنة الرحمن، إنه الشيطان إبليس وأعوانه من الإنس والجان. نعم، لقد سمى الله الإنسان والجان شيطان لشطنه وخروجه عن الصراط المستقيم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: شيطان يتبع شيطانه. قال أبو حاتم رحمه الله: اللاعب بالحمام لا يتعدى لعبه من أن يتعقبه بما يكره الله عز وجل، والمرتكب لما يكره الله عاص، والعاصي يجوز أن يقال له أو يقال عنه شيطان. وإن كان من أولاد آدم
قال تعالى شياطين الإنس والجن، فسمى العصاة منهما شيطان، وإطلاقه صلى الله عليه وسلم اسم الشيطان على الحمامة للمجاورة، ولأن الفعل من العاصي بلعبها تعداه إليها. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، فكما أننا نتقي الأمراض ونبتعد عنها، فكذلك يجب أن نتقي كيد الشيطان ونبتعد عنه ونتحصن منه. فما من بلاء إلا والشيطان من ورائه، شيطان الإنس والجن. وهذا البلاء الذي نعيشه اليوم وراءه شياطين الإنس والجن ليضلوا هذه الأمة بالذات. فاحرصوا وتنبهوا كي لا تكونوا ضحية لهؤلاء. فشياطين الإنس اجتنابهم يكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عمن خالف ذلك المنهج. وأما شياطين الجن فمن أعظم ما يعصم المرء به نفسه من كيدهم هو المحافظة على ذكر الله وطاعته في المدخل والمخرج، فإن الشيطان أحرص ما يكون على صرف المسلم عن ذكر الله تعالى ليستحل بذلك ماله ويستطيع إيذاءه. وما استحوذ الشيطان على قوم إلا في حال غفلة ولهو وبعد عن الله تبارك وتعالى. ولذا كان المنافقون أقل الناس لله ذكرا، لأنهم كما قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد حذر الله سبحانه المؤمنين من الغفلة عن ذكره وطاعته، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا غفل الإنسان وشغل بماله وما آتاه الله من الدنيا، شغل عن ذكر الله وعن التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد، كان للشيطان منه حظ ونصيب وقائد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل شيء وفي كل وقت، كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. فهو على هذا يترصد بالإنسان في كل وقت وحين، فإذا نسي المسلم ذكر الله استطاع الشيطان النيل منه. أخرج النسائي بسند صحيح عن سبرة بن أبي فاكهة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر.
ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وأعظم ما يحرص عليه الشيطان من المسلم أن يصده عن الصلاة، فأول ما يبدأ به الشيطان مع الإنسان في أمر صلاته أنه إذا نام قعد عليه أو عقد عليه 3 عقد ليثنيه عن القيام للصلاة، لا سيما صلاة الصبح، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فإذا عصاه المسلم وصلى جاءه الشيطان يلبس عليه صلاته، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني للسهو. وفي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3 أي حين الصلاة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ومما يعصمك أخي المسلم من الشيطان الدعاء عند دخول المسجد بما فيه، كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وكم من الناس من يلبس الشيطان عليهم صلاتهم ولا يجاهد المرء نفسه في إحسان صلاته، والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت والخروج منه حث على ذكر الله. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. ومن الأداب التي تقيك يا عبد الله من كيد الشيطان غسل اليدين من الطعام قبل النوم، فقد روى الترمذي بسند صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر أي أثر طعام فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وعند خروجك من البيت اذكر الله يعصمك الله من الشيطان. ففي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشيطان. ويقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ومن الآداب التي تعصم من كيد الشيطان ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. فاحرصوا رحمكم الله على التأدب بهذه الآداب النبوية وأكثروا من ذكر الله تعالى فإن الشيطان أبعد ما يكون من الذاكرين لله تعالى كيف لا وهم المفردون السابقون كما في الحديث الصحيح. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقينا شر شياطين الإنس والجن وأن يفرج كربنا ويزيل همنا وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرفعه عنا ويذهبه عنا وأن يصرفه عنا إلى أعداء الله وأعداء هذا الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واطلق سراح المسجونين من المسلمين وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.